هاي حبوباتي، هاي متتبعي الكرام الأوفياء لقناتي وقناتكم طبخ حلويات لسارة حنين. وصفة اليوم وصفة رائعة جدا، هي طاجين الجبن بريستيج. كما راكم تشوفوا فيه راه مختلف، راه بريستيج. تفضلوا حبوباتي إلى طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ والرائع والمناسب جدا لشهر رمضان. راح نستمتع الدجاج يتقلى مع البصل الثوم البقدونس بالتوابل، ونضيف له شويه زيتون، ونمرقو نخليوه شويه يطيب هكا ربع ساعه، بويسك رانا هيدي يطيب في الكوشه. من ما يطيب رانا نطحنوه في الاشوار. الدجاج راه طاب معايا، راني فتتو وكنجيبو الاشوار في الاشوار نطحنوه في الاشوار كأحسن ما يجيكم في الخدمه مليحه ومن في الماكله. كان نطلقوا عليه نطحنوه ونلتقي، ما تصدعكمش حبوباتي. الان راني طحنتو، دوكا واش نعملو؟ نضيفو هنايا 4 حبات بيض. انا عملت 5 لانهم البيض هنايا رقاق تاع العرب، اي البيض البلدي. بسم الله. هكا الكريمه السائله هذا مستحضر للطبخ، نعملو حوالي نصف كاس هكا. نعم، بما انه هاد الطاجين يقولوا له طاجين الجبن لازم نكثروا الفراميج. انا عملت هنايا فرماج رابي. شوف الكميه راح نضيف كميه كبيره. نخليو هكا الكريمه اللي حندير نعملوها فوقها. وهذا الفرماج طبخ ساندويش جبن الدائب اللي نوضعوه هنايا حوالي ملعقه. صافي هكا ميلونج. المول اللي بغيتو تقدروا تطيبوه في المول الاسطوري ولا في البلا عادي ولا مطيب دائري اللي بغيتو. انا حنعملو لها في البلا كاري باش كنا حنطبعو كما شفتوا. نحطو بالطوابع هكا. شوف الخليط اللي سخن عليه كان ميجيبهاش ناشف. البلا اللي دهنتو بالزبده ودرت عليه هنايا بابريكا صونج، ونفرغ الخليط. بسم الله. هكا نسويوه. ملي شعلت الكوشه تاعي من تحت نعطيه من تحت، نشعلو من الفوق، ما نخليوش يتحرق. نحصلو على اللون الذهبي نضيفو عليه الان. نجيو نحضروا كريمه الجبن. عندي هنايا كاس من الكريمه طازجه، كريمه طبخ وليس كريمه الحلويات. كنضيفوا لها هذا الجبن الدائب، نعملو حوالي ملعقتين، ونزيدو هنا الجبن المبشور بالبرا تاعي، ندمجهم مع بعض ونلتقي. راح طاب معايا والكريمه راهي واجده. فرقوها هكا مباشره فوق هو ساخن، نسويوها هكذا على سطحه.
الجوانب أيضا. نرجعو الآن للكوشة، نخليوها حتى تجمد معايا هاد الكريمة باش يصفر لونها، ونضيفو عليه طاجين الجبن راه طايب معايا. درك انا واش حنعمل، نجيب هذا الاشكال الدائري والمثلث ونبدا نطبع. بسم الله. هاي مازال سخونه تحرق. هكا خليوها شويه تبرد لانه ساخنه بصراحه. الفرماج راه بدا يذوب معايا. طبق اليوم راه جاهز، جاي ما شاء الله. بعد كملت له كل التزيين، عملت هاد لي كوردون، ضعت فيه من كاشير فرماج والزيتون، وانا شرائح الليمون وصوص بلانش اللي طيبت فيها الدجاج. جاي طبق راقي، جاي ما شاء الله بنه ولا اروع. العين تاكل قبل الفم. ما بقى لي نقول لكم صحه فطوركم. تهلاو لي في القناه حبوباتي، ما تنساونيش بلي جام لي كومونتير، وجربوا هذا الطبق على طريقتي، طريقه ساره حنين. الى اللقاء في وصفات اخرى. تحياتكم.